أهلا وسهلا فيكم أحبابي من قناة زهرة لبنان. وصفة جديدة ولقاء جديد يتجدد معكم. تحياتي لكم أينما كنتم. وصفتنا لليوم اسمها خبز اليانسون أو خبز العباس أو كعك العيد أو المرقد أو المرشم. تسميات كتير تطلق عليها باختلاف الدول أو البلدان اللي بتعملها. في منها كعك وفي منها خبز. أنا وصفتي لليوم خبز الخميس أو خبز اليانسون. مكوناتنا والمقادير جاهزين. هذا كل ما رح نحتاجه لوصفتنا لليوم. تابعوني بالخطوات أحبابي. عندي هون 6 أكواب من الطحين لجميع الاستعمالات، منخولين جاهزين. وعندي كوب سميد ناعم أو طحين الفرخة. ننتقل هلأ للخطوات. وضعنا الطحين بوعاء العجن، رح نضيف عليهم 1.5 كوب من السكر، ملعقة شاي خميرة فورية، كمان معنا 2 كوب حليب دافئ، رح اخد منهم 1 كوب، ورح اخد الخميرة ضيفهم عليهم، واخد من 1.5 كوب سكر اخد منهم حوالي 2 ملعقتين طعام وضيفهم وامزجهم مع بعض وانطر الخميرة لتتفاعل. من بعد ما جهزنا الخميرة رح نضيف 1.5 كوب سكر الى الطحين. رح ننتقل أحبابي هلأ للمطيبات. عندي هون ملعقة وسط كركم اللي هو العقدة الصفراء أو العقدة الصفراء، رشة ملح حوالي نص ملعقة صغيرة، 3 ملاعق طعام سمسم محمص، ملعقة طعام بيكنج باودر، ملعقة صغيرة محلب مطحون. يمكنكم الاستغناء عنه إذا رح تستعملوا دقة الكعك. أنا هون رح استعمل دقة الكعك. ملعقة طعام شومر مطحون، ملعقة طعام دقة الكعك. عندي هون ملعقة طعام ينسون حب غير مطحون، ورح نضيفهم كمان هيك بيكون شكلهم. نعم. ورح نضيف 2 ملعقتين طعام حبة البركة. بالنسبة لحبة البركة الناس اللي ما بتحب طعمتها بالكعك أو بالمخبوزات فيهم يستغنوا عنها، هي بتجي اختيارية يعني اوبشنال. رح نضيفهم سوا ونخلط المزيج. تابعوني. بنخلط المكونات الجافة جيدا ليتغلغلوا سويا مع بعض استعدادا لإضافة السوائل. هون بحب ذكركم أحبابي إن أنا عم بعمل الأقراص اليانسون الطرية، لهيك لاحظتوا استعملنا الخميرة الفورية لأن أنا بدي الأقراص يكونوا طرايا ومنفوخين. أما بحالة الكعك رح نستغني عن بعض المطيبات فيهم، ونكتفي بس بالبيكنج باودر، ونبس الطحين مع الزبد أو السمن، ونرجع نعجنهم بالحليب. هي بحالة الكعك. أما بحالة وصفتنا اليوم فنحن بس رح نضيف السوائل كلها مباشرة ونقلب تقليبة خفيفة ليتمازجوا سوا، ومن بعد منها بنترك العجينة لترتاح ونرجع بتكون جاهزة للتشكيل. من بعد ما مزجنا المكونات الجافة هون متبقي معنا كوب حليب منضيفه للخليط. هون عندي 1 كوب من زيت النباتي، بتقدروا تستعملوا أي نوع دهن، فيكن تستعملوا زيت الزيتون وفيكن زبدة. هذا الكوب الآخر من الحليب خلطناه مع الخميرة والسكر. هون عندي نص كوب ماء فاتر. إذا اعتزنا عشان بتعرفوا أنواع الطحين يعني بيختلف من بلد لبلد، إذا اعتازت عجينتنا طحين رح نضيفه، لكن أنا بحالتي هذه مكوناتي مزبوطة ونوع طحين معتمد. فمثل ما لاحظتوا هلأ أنا مش عم بعجن، عم بقلب تقليبة خفيفة، ما بدها جهد كتير العجينة، وما تخافوا منها لأنها طرية، لأنه رح نتركها فترة طويلة ترتاح حوالي 2 أو 3 ساعات لحد ما
العجينة تشرب كل المكونات السائلة وتكون جاهزة للتشكيل، نقدر نمسكها بإيدينا ونشكلها. تابعوني أحبابي. من بعد ما قلبنا عجينتنا جيدا بواسطة الخفاق اليدوي، رجعت قلبتها شوي بالسباتيولا، وهلأ عم بنقلها على وعاء زجاجي، وبدي احط لها شوية زيت، شي بسيط يعني، وغطيها واتركها ترتاح ليتضاعف حجمها. مع انها فيها خميرة، لكن اللي طاغي فيها عجناها بزيت وبحليب، فرح نتركها ترتاح حوالي 2 أو 3 ساعات. ومن بعدها بنبلش تشكيل. تابعوني حبايبي. من بعد ما ارتاحت عجينتنا أحبابي حوالي 3 ساعات، قطعناها ورح نرجع نغطيها كمان مرة ونتركها ترتاح شي بسيط استعدادا لتشكيلها على القوالب. خليكن معي. أنا عندي عدة أنواع قوالب، رح اختار 2 من هالقوالب. ملاحظة إذا كان القالب لسه بعده جديد فينا ننقعه بمي فترة، ومن بعد ما ينشف ندهنه بالزيت لفترة معينة، ومن بعد منها كل ما بدنا نستعمله بندهنه بالزيت أحسن ما يلتصق عنا الأقراص. هون بلشت شكل بالأقراص، وكمان بعد مرة بدي خليهم يرتاحوا، ومن بعدها رح ارجع اخبزهم على درجة حرارة 350 فahrenheit أو 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق، ومع الانتباه جيدا للأقراص. مع ملاحظة بسيطة أنه نحط الصينية، ندخل الصينية على الرف المتوسط من الفرن ومراقبتها جيدا. بالنهاية رح اترككم تكملوا باقي المشاهد. بدي اتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وشكر من القلب لحضوركم الفخم الضخم الأسطوري. شكرا على اللايك وعلى الشير وعلى المشاهدات. شكرا لكم. إلى لقاء جديد في وصفة جديدة، انتظروني بكل جديد. إلى اللقاء.